سيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. إخواني، زملائي، زميلاتي في حقل الكلمة، أحييكم تحية طيبة مباركة من عند الله سبحانه وتعالى، وأعرض على كلمة الأخ والزميل الأستاذ الفاضل محمد عطية، لأنني لست أستاذا ولكنني أقل الحاضرين علما وخلقا وأدبا. الحقيقة لم أضيف شيئا كثيرا أكثر مما تكلم فيه أو تحدث به الإخوة الزملاء من الأساتذة الذين سبقوني. فقد جئت هنا مشاركا ومساندا لزميل في المهنة، ولم أكن أتوقع أن أتحدث في هذا الظرف. فمصطفى الزرقاء طبعا أخ وصديق نعرف بعض جيدا منذ 20 عاما، فنحن أبناء شارع واحد. مصطفى يحصلني عن منزله عشرات الإدراكات، فنعرف بعض جيدا، أبناء شارع واحد على ضرب واحد، سلكنا المجال الإعلامي تقريبا في سن واحدة أو في عمر واحد. ولكن الحقيقة قد يكون الأستاذ الفاضل عدلي حرم قد كشف عما في قلبي، فقد كنت أود أن أتحدث بمثل ما تحدث به، ولكنه سبقني. وهنا أود أن أوجه نصيحة للأخ والزميل مصطفى، فإن صديقك من صدقك. معركة داخل معركة جامدة، مش معركة ليست هينة وليست بالسهولة بمكان، تحتاج منك عملا شاقا في الأيام القادمة، تحتاج زيارات ميدانية كما قال الأستاذ عدلي. لكن احنا بصراحة احنا هنا فلاحين مهما كان نتميز بالطابع الريفي. يقول لك ده جاني اللي بيتحمس، ده جاني اللي الشغل وعبرني وكده عاني، انما اروح انتخبه حقا. ما تستقلش بدي ابدا، دي مرض الخاص، انك انت تروح للناس بيوتهم، تروح للناس محل اعمال، وانت لما ذكاء منك النهارده ان انت رميت الكوره في ملعبنا كلنا. دي حقيقه. انا احييك على هذا الفكر وهذا التوجه، فان اللي هيشيل يجمع من كان، اللي هيشيلك اخوانك واحبابك وزملائك اللي هو مش هقول كده من باب لا، ده من باب الفخر والاعتزاز بينا احنا كلنا مع بعض. لابد من النهارده، يمكن الاستاذ مصطفى اشرف حاجه جميله قوي، مبدا حلو قوي، ان احنا نشير عليه بعد كده. احنا ليه دايما في الحاجات المصيريه اللي تخص حد مننا وتخصنا كلنا ما بنجتمعش؟ ليه؟ سؤال. يعني كل واحد فيكم او حضراتكم ملهاش كلمة التعبير، لابد يكون عنده اجابة واجابة صريحة، او لازم نقف معاه وقفة مع النفس كده. احنا ليه مشتتين؟ ليه مالي يكون في حاجات كتيرة جدا ونسكت عليها؟ مش عارف. ما احنا لما بنسكت
على شيء وعلى خطأ، ما الخطأ ده برضه في النهاية بيعود علينا احنا وعلى اولادنا. زي ما قال الاستاذ عدلي برضه، بستشهد بكلام كتير من الاستاذ عدلي لانه استاذي واقدم مني واقدر مني واكبر مني سنا ومقاما، فهو يعني يمكن تقريبا عايش الظروف اللي انا عايشها في النادي تقريبا يعني، او انا اللي عايش الظروف اللي هو عايش في النادي. فسكتنا لما اولادنا اتهانوا ما تهانوش معلش، سكتنا لما مش عارفين احنا رايحين فين واخدنا الطياره اللي جت فين. قال الاوان ان يكون فعلا منا واحد في المجلس كلم بلساننا يعبر عن مشاكلنا وعن الامنا. فعلا النادي بيعمل 500 مؤتمر في السنه، ما بيعيش حد يدعي واحد زي الاستاذ عادي علشان الالم بتاعه مش عارف ايه ويدعي كذا ويتجاهل الكثيرون منا، وللاسف انا واحد من الناس مشارك في الموضوع ده. لان المفروض لما انا اروح كده الاقي 3-4 من الزملاء تعالى مين اللي دعا الناس دي؟ فين اللي بقيت الزملاء فين؟ لازم يكون لنا غيره على المهنه بتاعتنا، لازم يكون لنا غيره على زملاتنا. لان انا لما بستفطر بزميلي بستفطر بنفسي الاول، بقول له للي هو بستفطر بيا لا بستفطر بزميلي دعوه صريحه جدا ودعوه سهله جدا، انت الموضوع معاك واعمل فيها اللي انت عاوزه بعد كده. برضه نبدا صفحه جديده نقف وقفه مع النفس. الاستاذ مصطفى يتعب الايام اللي جايه ده واحنا مع بعض ندعو لك، وحتى ان شاء الله يكون لنا عضو في المجلس. وانا عارف مصطفى ان هو طموح وانسان ذو فكر ولم يقصد كلام ممن سبقني من الاساتذه. وعشان لا اطيل عليكم ارجو ان نجتمع في مثل هذا المكان ان شاء الله بعد يوم 6/8 واستخدمه بالجرعه على النفقات الخاصه احتفالا بنجاح الاستاذ مصطفى.